كان في حديث بتاع سيدنا عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. حديث بمنتهى البساطة، يعني من غير اللغة العربية بتاعته، إنه النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي مع سيدنا عمر، فسيدنا عمر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا بحبك أكتر من كل حاجة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أكتر من ولدي، بس مش أكتر من نفسي. دي خلاصة الحوار يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا يا سيدنا عمر، لا لسه يا عمر ما اكتملش إيمانك لسه. فراح سيدنا عمر فكر شوية وبعدين قال له: الآن يا رسول الله بحبك أكتر من نفسي. فراح قال له: الآن يا عمر، دلوقتي اكتمل إيمان. أنا كنت بستغرب جدا جدا، ما بفهمش أبدا اللقطة دي، اللي هو إزاي أنا أقول أنا بحبك بس مش أكتر من نفسي، وبعدين يفرق لحظات فأقول لا أنا بحبك أكتر من نفسي. ما كنتش فاهمة أصلا هو إيه الحاجة اللي حصلت. إحنا بالنسبة لنا الحب مشاعر، وعارفة الكلام ده. فكان الموضوع لما تتأملي اللي سيدنا عمر قاله، طب هو ليه سيدنا عمر فجأة واحدة حس إنه بيحب النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من نفسه؟ تأمل هو أني هينفعه أكتر في الآخرة، نفسه ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ده النفع كله النبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة، وهيدخلنا الجنة صلى الله عليه وسلم، وهنشرب من إيديه يا رب. فلما حسبها كده، لا حس لا يبقى الأولى إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده كان فيه كذا نوت، أو كانت فيه كذا نقطة كانت مهمة جدا. أول حاجة إن سيدنا عمر اعترف بمنتهى البساطة بحب نفسه، وكلفظ إحنا ابتدينا نتداوله كحاجة علم نبتدي ندرسه ونطبقه ويبقى ليه تمارين. لا سيدنا عمر كان مدرك إنه بيحب نفسه وإنه بيحبها أكتر من أي حاجة تانية. لحد قريب كانت فكرة إن الإنسان يقول حب نفسه هي مش ممسوكة. يعني إيه بحب نفسي أصلا؟ اللي هو بحب إيه يعني هعمل إيه؟ إن ما أحبها دي اللي هو إيه بقى الدلالات، أو يعني هحس بإيه ساعتها؟ فسبحان الله الحديث فهمني إنه حب النفس إن أنت تبقى حابب الحاجة اللي تنفعها. أيوة. أنت حابب لها أكتر، يعني أنت من كتر ما بتحبها مش هتضرها بحاجة، من كتر ما بتحبها هتوديها للطريق اللي هينجيها. انت لو بتحب نفسك فعلا هتعمل كده. انت لو مش بتحب حد يعني مش هيفرق معاك هو رايح فين. انت لو مش بتحب حد، لو رايح في حته وحشه مش هتقول له ما تروحش، لا عادي يلا روح، انا مش بحبك كده بالظبط. لكن لو بحبها لا هبتدي دايما اظبط البوصله بتاعتي عشان تبقى في الخير والحاجه الحلوه ليها. ليه؟ عشان انا بحبها. بتشوفي حب النفس ازاي؟ هلخص حب النفس لما كانوا زمان يعني في التربيه يقولوا لنا لما نعمل حاجه غلط يقولوا لنا هو انت عدو نفسك. عارفه المعنى ده؟ ايوه صح. فهي الفكره كده، عدو نفسي يعني انا بعمل الحاجات اللي بتاذيني وبتضرني وعادي وماشي في الطريق ده وعادي يعني، واني مش بكرمها، مش بعرف قدرها، مش بمشي في الطريق الكويس عشانها. فحب النفس ضروري جدا. هو حب النفس بغض النظر عن اللي بيتقال عنه انه انانيه وانه ذاتيه عاليه، الشكل الوحش الانحراف بتاعها اللي هو الشكل الوحش بتاعه، مش ده اللي احنا بنتكلم فيه. بس حب النفس قاسي، بدليل ان سيدنا عمر تلقائي من غير ما يفكر قالها، ما حسبهاش. بس هو لما ادرك يعني ايه بحب نفسي، يعني عايز لها لكل ما ينفعها، اللي يوصلها في الاخر للجنه، للصلاح، يبقى انا كده حبيت سيدنا محمد اكتر من نفسي. ففعلا الانسان اللي ماشي كده يضر نفسه، ماشي ورا هواه، مش فاهم هو على اي طريق، هو عدو نفسه. ده حقيقي فعلا. فحب النفس حاجه ضروريه جدا، بقوا يديها كورسات دلوقتي انك ازاي تحب نفسك، ازاي تكرمها. فانا بلخص حب النفس في 3 حاجات بالنسبه لي مهمه جدا، زي فكره ان هو اكرمها، اعرف قيمتها، احترمها. تاني حاجه اختيار طريق يناسبها. تالت حاجه اختيار صحبه. 3 حاجات دول مظاهر من مظاهر حب النفس، لو انا مشيت عليهم صح هعرف قد ايه انا بحب نفسي فعلا. عايزه اقول لك انه حتى في الحديث لو لاحظتي هو سيدنا عمر اختار انه بيحب النبي صلى الله عليه وسلم اكتر من نفسه عشان نفسه. يعني الفكره دي لما احنا بنركز فيها في اختياراتنا وقراراتنا في الحياه، فكره انه انت قد ايه حبك لنفسك هيخليك تمشي صح قوي. فزي ما انت بتقولي قدرها واحترمها. اصلا لما ببص كده في الاول كنت ابصي احب نفسي اللي هو اعمل ايه، اللي هي حب نفسي اللي هي ايه، اللي هي حب نفسي اللي هي ربنا سبحانه وتعالى ادهاني. ما هو كل حاجه جواك وفيك هي من ربنا سبحانه وتعالى. فانت بتحب اختياره سبحانه وتعالى، بتحب اختياره فيك، بغض النظر اختياره ده انت وجهه نظرك عنه ايه، اللي هي وجهه نظر يعني جنب ربنا سبحانه وتعالى وحكمته لا تساوي شيء. فتحب كل حاجه اختارها لك سبحانه وتعالى. حب مش هيبقى موجود غير لما تعمل عمليه الادراك اللي عملها سيدنا عمر دي. حب ان ربنا سبحانه وتعالى لما اختار ده هو حكيم،
سبحانه، هو عليم، اختار لي ان انا اكون شكلي كده. حكمة، اكيد اكيد علم ويقين وحكمة ورحمة وكل الصفات والاسماء تجلت فيا. حب اقداره سبحانه وتعالى لما يحصل لي حاجة، حب نفسي منها، حب نفسي ان انا اقدار ربنا سبحانه وتعالى للناس اللي لا قدر الله بيجي لهم اعاقة معينة او يحصل لهم حادث او حاجة. على قد ما بتبقى صعبة، على قد ما تسمعي بعض الصالحين زمان كان يقول لك ايه، انا حابة ده، حابب ده، ليه؟ عشان ده اختيار ربنا، واختيار ربنا احسن من اختياري، فلما ربنا اختار لي ده يبقى انفع. فرجعوا لنفس الفكرة تاني، ان انت حب نفسك قوي هيتجلى لما تعرف تختار لها الحاجات الانفع ليها. فهي فعلا زي ما انت قلتي، بالتقدير واحترام، وبعدين ان اختار لها الطريق الصح اللي يوصلها صح، والصحبة اللي تحافظ عليها. بالظبط، يعني دي حقيقة. وكمان في حاجة تانية كنت بلاحظ قوي على نفسي، مثلا لما يعني مثلا اخاف النار تلمس ايدي، اخاف الابره يعني توجعني، فاول حاجه تيجي في بالي ايه، انا بخاف على نفسي. يعني هي حاجه فطريه ان احنا لازم نخاف على نفسنا، ما نسيبش نفسنا. يعني عارفه الخوف الفطري، انك مثلا الطبيعي انك ما تلمسيش النار بايدك. لو شفتي مثلا كلب تعرفي ازاي تخافي منه، ما تروحيش تقربي منه لو هو مثلا عنده سعار او حاجه، ما تروحيش تقربي منه بسلامه نيه قوي وانت خايفه، مش خايفه يحصل لك حاجه، لا خايفه على نفسك. فبرضه الخوف على النفس من صور حب النفس، حفاظ عليها فعلا. في ناس بتتجه لطرق او خطوات حتى برضو امهاتنا بتقولها لنا، انت مش بتخاف على نفسك؟ يعني لو واحده مثلا تمشي في طريق مش صح، او واحد يمشي في طريق مش صح، في التهلكه، انت مش خايف على نفسك؟ بيقولوها كده بطريقه فيها تعاطف كده، اللي هو ارجع بقى، ارجع، انت مش خايف، حافظ عليها. حافظ عليها فعلا. دي حاجه، دي هبه ليك من ربنا، حافظ كده عليها. وده المعنى العميق بتاعها. يعني برضو حب النفس كتير جدا لما بسمعه من بعض الناس دايما يتكلم على ايه، تقف في المرايه وتحب وشك وتحب تفاصيل، ده اكيد، بس مش هو ده اللي هيعمل لك كل الثقه للنفسي. الثقه النفسي الحقيقي هتبقى لما انت تبقى واثق انه عطاء ربنا ليك سبحانه وتعالى ده افضل عطاء، فتحب كل عطائه بقى بكل حاجه، سواء في وشك، سواء في اقدارك، سواء في كل حاجه. هو ده فعلا حب النفس، اختيار طريق ليها مناسب وتحفظها. يعني على قد ما تقدر احفظ الله هيحفظك، فانت تحفظ ربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يحفظك، وهكذا. فاختيار فعلا الطريق المناسب ليها مهم جدا، من الحاجات اللي بتعبر عن انك بتحب نفسك، والحاجات اللي بيها تقدر تحب نفسك. ده حقيقي فعلا.